سهول دكاله مئات ديال البنايات صغار بالحجر كيريبوا في الصمت، كيتسماو تازوطا. غادي ندوي لكم اليوم على واحد النوع ديال الهندسه اللي فاش اكتشفتو جاني من اجمل الهندسه الفلاحيه ديال المغرب، كتمثل الخصوصيات التاريخيه والجغرافيه ديال المنطقه وقليل اللي كيعرفها. غادي نرجعوا على التاريخ ديالها اليوم، وعلما ان كاين مصادر قليل بزاف وكاين غموض كثير على التاريخ ديال الظهور ديالها. كل فين كيحدد الظهور ديال التازوطه. كاين اللي كيقول باللي ظهرات في زمان قديم فاش بنادم بدا كيستعقل، وكاين اللي كيقول باللي بانينهم الرومان، علما ان الحدود ديال الامبراطوريه الرومانيه كان حدو مكناس. كاين اللي كيقول باللي راه الشلوح اللي كانوا فوق العهد ديال الرومان هما اللي بانينها، وكاين اللي كيقول باللي شعوب ديال البحر الابيض المتوسط هما اللي جايبينها، حيت كيشبهوا لي طولوس ميسانيا اللي كاينين في اليونان. مهم ما علينا، كاينين بزاف ديال الفرضيات، ولكن راه كاينين مسافرين تسابوا في هذه المنطقه ودازوا في حد ولاد فرج في القرن العشرين بحال ادوار ميشو بيلير وادمون دوتي، وتا واحد فيهم ما دوا على تازوطا. بالرغم ان كان الوصف ديال كاع داكشي اللي شافو دقيق بزاف، ما زقلوا لا النواله لا الخيام، وإلا ما دوش على تازوطا يمكن حيت ما كانوش ديك الساعه في 1915 1920. هادشي اللي كيزيد في المصداقيه ديال الشرح اللي كتعطيه لينا سيلفين باتي، اللي كتستعن بالكتابات ديال بول باسكون اللي كان مهندس توبوغراف، واللي كانت المهمه ديالو في ديك الوقت انه يفرق الاراضي ديال الجماعه، الاراضي في فرضيه جوه 1925، حيت ديك الوقت بزاف ديال القبائل المغربيه اضطروا انهم يستقروا تحت ضغط المستعمر اللي كان باغي يتحكم بسهوله في الشعب. داكشي علاش حبس الترحيل وتنقل الرعاة. وهذا العنف يقدر مازال يبان لكم في اللغه الا دويتو مع شي دكالي وقال لكم انا غادي لخينتنا نسبه لدارو. الجغرافيا ديال دكاله اصلا محجره، وباش يقدروا يزرعوا الناس كانوا كيخصهم يحيدوا الحجر من الاراضي ديالهم. داكشي علاش اصلا ما كانوش كيفلحوا فيها وكانوا رحال. هاد الحجر كان كيمكنهم يبنيو بنايات مختلفه بحال حيوط ما بين الاراضي ديالهم اللي كيتسموا ستاره اولا الزريبه ديال البهيم. وهاد الطريقه ديال البني مرتبطه بالحاجه، الناس ولا بد خاصها تبني بداكشي اللي عندها اذا كتبتكر. هنا فين ظهروا التازوطا، هندسه 100% بالحجر، واخا كيبانوا بساط راه فيهم واحد الذكاء ديال البناء كبير. كل حجره تحطات كتصلح لشي حاجه، والتازوطا ما كانوش ديما مسكونين، كانوا كيتستعملوا كبيوت ديال الخزين ديال الزيتون، القمح، الزيت، وبعض المرات حتى الفصه او الادوات ديال الحرث. وفي موسم ديال الحصاده كانوا كيتستعملوا كفضاءات ديال الراحه، تما فين كانوا كيجبدوا عليه الفلاحه ملي كتكون القضيه شويه مطنطنه برا. العزل الحراري الطبيعي ديالهم كان كيحمي المواد من الحراره، الرطوبه والحيوانات والبخوش. كاين كاع اللي كان كينشف فيهم الكرموس ولا الباكور على حسب شنو كتقولوا، اولا كيخبي فيهم الملحه. بلا مهندس بلا بلان، غير اليدين الحجر والذكاء ديال المعلم. تازوطا هي اولا شكل مدور وطالع بحال شي طرومبيه كون بالفرنسي، بحال شي زلافه مقلوبه. وكاين اللي كيقول باللي السميه ديال تازوطا جايه من تازوديه بالامازيغيه اللي كتعني الزلافه، وحتى السميه عليها نقاشات ديال منين جات وكيفاش، ولكن ما غاديش ندخلوا في هذا النقاش. اما كتكون تازوطا فيها بيت واحد على شكل ترون دو كون، يعني سيلندر ومقطع من الفوق، فوق منه قبه. وكاين كاع اللي فيهم جوج ديال الطبقات، فوق البيت الاول كيكون واحد اخر صغر منه محلول الوسط بواحد 50 سنتيمتر باش تقدر تدخل فيه. الساس كيكون واسع والعلو محدود باش يزيدوا في الاستقرار ديال البني. كيكون مصوب بالحجر صحيح يقدر يستحمل اطنان ديال الثقل، والحجر كبير كيتستعمل للشراجم البيبان والدروج. الدخله ضيقه تقريبا 70 سنتيمتر على متر وستين، وشكلها شبه منحرف، وفيها واحد الكولوار تتكون فيه ماكسيموم 2 متر كيحمي من الشتاء والبرد. الداخل الارض مصوبه بتراب مدكس، والقبه كتحمي من الشتاء وكتكون مصوبه بالحجر اللي كيتحط اون انكوربيرمون، يعني حجره فوق حجره، وكل طابق كيزيد يدخل حتى كيسدوا القبه. هكا كيخلقوا توازن بدون استعمال لا سيما لا جير لا الطين. هذا الشكل راه ماشي جمالي ولكن عملي 100%.
التازوتا كيكونوا فيهم الدروج باش تقدر تطلع فوق البيوت، وبعض المرات كيتشابكوا جوج ديال التازوتا في دروج وحدين. كانوا كيسهلوا على المعلم انه يطلع فوق الحجر فاش كيكون كيبني. في الجهه العاليه ديال التازوتا الوزن ديال الحجر هو اللي يقدر يهزو راجل وهو كيطلع الدروج. كاين اللي كيقول باللي في البني كانوا كيستعملوا بغال اولا كاع واحد النوع ديال الجمال اللي ما بقاش. والسطح كان كيمكن الناس ينشفوا القمح، الفواكه الى اخره، وكانوا كيسهلوا تعمر التازوتا بشنو ما كانوا الناس باغيين يخبيو، حيت كانوا كيبداو يعمروها من التحت، ومني كتعمر كيسدوا الباب ديالها بحجره كبيره، بعد كيطلعوا وكيبداو يعمروا من الفوق. هاد البنايات كيكونوا في الاغلبيه مجموعين مع بعضهم وداير بهم حيط، هو السطاره اللي دويت عليها قبيله. كنلقاو ديما جوج ديال التازوتا وتوفري. ما دويتش لكم على التوفري. التوفري هو كهف محفور شكله مستطيل وتقريبا 12 متر على جوج، كتدخل ليه بواحد الدروج وكتكون فوق منه واحد البنايه بنفس الشكل ديال التازوتا، فيها تقريبا 70 سنتيمتر ديال العلو. كانوا كيستعملوه الناس كسكن ولا بيد الخزين على حسب الامكانيات ديال العائله. يمكن واحد من ابرز الامثله اللي عندنا ديال تازوتا هو واحد المجموعه ديال 7 ديال التازوتات في رواحله، جوج ملاصقين وخمسه كيشكلوا زاويه قائمه. هاد المجموعه ديال التازوتا كتختلف مع الاخرين حيت عندها مركز ديال المراقبه فوق البنايات، وكان فيها طريق ديال العساس باش يقدر يبقى حاضي الغله، حيت في ديك الوقت كانت الشفره كثيره. ومنحوته فيها 1922 على وحده من الحجرات، شيء اللي كيدل على انها بنايات معاصره. من غير هذه اللي باقي محافظين عليها مالينها، كاينين بزاف ديال التازوتات منتشرين في دكاله، ولكن بزاف منهم كيريبوا. بعض المرات كيريبوهم الناس باش يوسعوا الاراضي ديالهم اولا يعاودوا يستعملوا الحجر. هذا كاع راه حجه زايده في هذا النقاش. كاينه شي هندسه بالياجور والسيما كتقدر تاخذ السيما ديالها والياجور وتعاود تبني بهم شي حاجه اخرى. مع توفر ديال البيطون والياجور كاين اللي كيجيه هذا البني متخلف، بالرغم انه اذكى من صندوق بالسيما. اليوم ما بقاوش كيتستعملوا وما محميين لا قانونيا لا ثقافيا. هاد الطريقه ديال البني كتختفي بسبب تغيرات جذريه اللي عرفها القطاع الفلاحي. خليو لي تعاليق الا بغيتو ندير فيديو على الفلاحه والعلاقه ديالها مع المدينه والهندسه، راه كاينه علاقه كبيره ما بين جوج ديال المجالات. الهجره القرويه اللي خلات بزاف ديال الناس يمشيو للمدينه، وكاينين صور كتوري لنا كيفاش هاد الطرق ديال البني هاجرات مع الناس اللي مشاو للمدينه، بالخصوص في الكريانات ديال كازا في القرن العشرين، واللي شرح التاريخ ديالهم في هذا الفيديو. اكفس حاجه هي انها التكنولوجيا ديال البني كتختفي مع المعلمين اللي كانوا كيعرفوا ليها. الشباب ما بقاوش كيعرفوا يبنيوها حيت ما بقاوش اللي يعلموهم التقنيه، وما بقاش اصلا الشباب في الباديه. في عالم اللي كيحاول يولي مستدام، هاد التازوتا راهم مثال، حيتاش 100% محليه، ما كتستعمل حتى شي طاقه من غير الطاقه ديال الانسان اللي كيبنيها. نقدروا نتخيلوا اليوم باللي ان البني ديال هذا النوع ديال هاد التازوتا يكون اسهل بكثير، حيت شحال هادي كانوا الناس كيجمعوا الحجر بيديهم، واليوم ملي عندنا الكاميوات غادي يربحونا الوقت بزاف وبزاف ديال الطاقه. يعني داكشي اللي كان كياخذ العشرة ديال الناس من شهور باش يبنيوه، اليوم يقدر يكون اسرع واسهل بكثير. هاد الهندسه كتنسجم مع الجغرافيا والمناخ ديال دكاله والمناظر ديالها. كاينه في بلايص اخرى هندسه كتشبه بزاف التازوتا في جنوب فرنسا ولا جنوب ايطاليا، اللي كلهم ظهروا عند فلاحه في مناطق محجره، واللي اليوم مازال كيتستعملوا وعرفوا مالينهم يحافظوا عليهم وكيساهموا بشكل كبير في النشاط السياحي ديال هذيك المناطق. المغرب ما يحتاجش يجيب هندسه ما نعرف منين باش يتسمى بلد حديث، خاصو غير يشوف داكشي اللي عنده يجددو وما يخليهش يتنسى. تازوتا ماشي خربه قديمه، ولكن درس في المستقبل. في الصمت ديالهم كيفكرونا باللي نقدروا نبنيو بالقليل، باللي نقدروا نتاقلموا بلا ما ندمروا، وباللي قبل الدبلومات ولي لوجيسيال كانوا يدين حجر وذكاء جماعي. ايوا المره الجايه تبان لكم شي تازوتا مهجوره، سولوا راسكم هذا السؤال: واش غادي نرمموا هذا الكنز ولا نخليوه يضيع؟ الاصدقاء، باش نصاوب هذا الفيديو اعتمدت على مصادر اللي في الديسكريبسيون. الا عندكم معلومات اكثر على هذا النوع ديال البني تقدروا تخليوها في التعاليق،
وإلا عجبكم هادشي اللي كندوي عليه ما تنساوش تابوناو. يلا تهلاو.